مساء الخير عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. معكم أم سلامة لطبخ الحلويات. اليوم راح نشوفوا فيديو جديد بعد اللي طولت عليكم. سمحوا لي على هذا الغياب. كما قلت لكم الوالدة كانت مريضة وكنت لاهية معاها، يعني عندها كل الأمراض المزمنة. يعني كنا كل خطرة ندوها لطبيب، يعني تاع مرض، يعني تاع عضو ولا كم عارفين الوقت ما كانش مع الخدمة ونهار قصير والمرض. والحمد لله درك شويه قالك واحد ربي يشد ويرخف الحمد لله. انتم تاني نتمنى لكم الشفاء العاجل، لانه هذه الخطره راها لا قريب قاويه. وسمحوا لي اللي يعني طولت عليكم، والله ما هي بغرضي، ولكن ان شاء الله راح نعاود نولوا الوصفات تاعنا التقليديه والعصريه باذن الله. كما راكم تشوفوا اليوم يوم الجمعه. درت رشته، ولكن هذه الخطره رشته بطريقه مختلفه. راح نشوفوا المقادير. بسم الله. اول شيء عندنا الخضره اللي نستعملوها. انا درت كورجيت، بطاطا، لفت. تبغوا تزيدوا الجزر زيدوا، عود قرفه، ملح، فلفل اسود، والدجاج حسب عدد افراد العائله، وحبه بصل كبيره، شويه تاع زيت، شويه تاع سمن. وهنا استيس اللي زدتها زياده هو حبه تاع اللفت، يعني الرابيه. المرق تاعنا يجي حلو ويجي لذيذ. بسم الله. هنا نبداو طريقة التحضير. اول شيء نحط السمن، شوية ملعقة كبيرة سمن وملعقة كبيرة زيت، نديروهم قبل يتقلاو في الزيت مع السمن حتى يدو التحميرة الاولى، ونزيد عليهم الملح حتى يدو التحميرة يعني. وزدت فلفل اسود والقرفة، وخلطهم مليح يعني حتى تحمروا مليح بالزيت البصل واللي ربيته يعني مع اللفت. وهنا خطرة على خطرة نحرك يعني حتى قلت لكم يتحمر هذاك الدجاج، يعني يطيب نص طياب راح يجي بنين الدجاج تاعنا. من بعد حطيت الخضر تاعنا، يعني الكورجيت واللفت والبطاطا، حبه بطاطا انا درتها باش تقل المرق. وزدت الماء غالي يعني حتى سخنت الماء مليح. ضفته نغلق يعني لاكوكوط. من بعد نروحوا للرشته. انا هنا جبت هذه شو هذه النوعيه جيده، جاي اللون تاعها شباب. نحيت هذه الحواف لانه كانت يابسه، وحليتها بيدي. كي حليتها هكذا زدت لها شويه زيت باش نفورها. ندهن الكسكاس بشويه زيت باش ما تلصقش. وهنا نفورها الاولى يعني. انا كي قعدت تفور غطيتها بالغطاء تاع الزداج. وهنا حطيتها يعني في قصعه، وضفت عليها الملح وشويه ماء، يعني كيما هكذا غير رشيت بالماء، يعني ماشي كيما الطعام. خطر على خطرة نرشها ونحلها هكذا بيدي. من بعد نفورها الزاوجة، يعني الخطرة راح نفور 3 خطرات. وهنا المرق تاعي بعد لي طاب، شوفوا ما شاء الله جا هايل. يعني هنا مازال ما لبى، راح نقص شويه مرقه منها باش نرشها في الرشته. يعني هذه طريقه جديده
انه من بعد التبويره الزاوجه نرشها بالمرق تاعها باش تجي الرشته بنينه. ولازم هنا المرقه تكون بارده والرشته سخونه، ما ديروش المرقه يعني سخونه باش ما تتعجنش. كيما هكذا نرش ونخلط بيدي كأنه راني نرش بالماء. وهنا لازم نكملها كاع هذيك اللي خليتها، راني دايره هنا كيلو رشته، كملت هذيك نص الغرفيه يعني تاع المرق. من بعد هنا المرق خليتها يعني عقادت شويه ودرتها في الطاس يعني اللي راح نحط فيه. والرشته زدت فورتها الثالثه. وهنا جبت السمن ولا مارغرين يعني كما يكون عندكم. وانا درت السمن هنا وقعدت نخلط يعني دهنتها مليح. وجبت هنايا يعني الطبسي اللي راح نسقي فيه. كيما هكذا ما تبردوهاش بزاف بيديكم، كيما هكذا ردوها يعني وحطوها مادامها سخونه. والآن راح نزينها بالخضر اللي عندي كما هكا الكورجيت اللفت الحمص. انا ما كنتش مشمخه ما كانش عندي. الدجاج انا كان محمر مليح وطيب، اذا تحبوا تقلوه يعني مع التالي قلوه. وغليت 2 حبات بيض باش يكون التزيين تاعها. الرشته تاعنا معروفه بالبيض كيما هكذا. وزدت رشات تاع قرفه يعني مطحونه باش تجي هذيك النكهه تجي بنينه. وهذا هو التزيين تاعها النهائي، وهذا هو المرق عاقد جات بنينه. هنا حطيت في الطاوله يعني واني نسقي فيها كيما هكذا وكليتها. والان لحقت نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. وسمحوا لي ونشكر بزاف اللي سقساو عليا رسلوا لي وسقساو عليا على هذا الغياب. سمحوا لي على هذا الغياب على هذا اللي طولت عليكم. الله غالب المرض، ولكن إن شاء الله راح نوعدكم بوصفات أخرى بإذن الله. ما تنسونيش بجام وتعليق شباب من عندكم، وشكرا.